يا ترى ايه اللي ورايا؟ حد يعرف يقول لي؟ طب ايه على يميني وايه على شمالي؟ لو عندك معلومات تقدر تفيدني عرفني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. دايما الإنسان محتاج إن يرجع خطوتين لورا. يعني ايه؟ يعني أنا طول ما أنا في وسط الموضوع ما أقدرش أحكم فيه وأجيب النتيجة النهائية اللي زي ما بنقول على الأقل عادلة إلى حد ما. يعني دلوقتي انت مش شايف الا الواجهة، انا موجودة فيها، فتقدر تقول لي ايه على يميني وايه على شمالي وايه من ورايا؟ ممكن بغية التخمين. فانت بناء على نظرتك اللي انت شايفها دلوقتي ممكن تقول في ستارة، ممكن تقول في كنبة، ممكن تقول في صالون، بحكم الرؤية اللي انت شفتها اللي قدامك بس. طيب انا دلوقتي لو فتحت الكاميرا ووسعت الدايرة شوية هتعرف ايه اللي بيدور على الاقل على ايدي اليمين او الشمال. عن طريق ايه؟ عن طريق معرفتي انا ليك، ومعرفتي بمعلومات اللي انا ادلتها من عندي لما فتحت لك الكاميرا واديتك اليمين والشمال. هو ده. ما فيش حد يحكم على حاجة وهو ما يعرفهاش بغية التخمين، او بغية ان انا فاهم ازيد من اللزوم، او بغية انا عندي خبرة في الحياة فالناس كلها زي بعضها، او انا وقعت في المواقف دي كتير فممكن يكون شبيه ومثال. مرة تصيب والف تخيب، الا لو كان عندك يعني علم كبير قوي وخبرة كتيرة بما فيه الكفاية، او حكمة نازلة ربانية من عند ربنا، وربنا قال يؤتي الحكمة لمن يشاء. فطبيعة الحال كل ما كنت ورا الدايرة وخارج منها ووقفت هتشوف كل الامور اللي حواليك 100% نظرة سليم، لان انت هتحكمها من الاربع جوانب. ثلاثة ظاهرين قدامك وانت واقف في النقطة الرابعة ورا، فبالتالي هتكون مكشوف. دمتم بألف صحة وسلام.